عاوز تعرف توقعاتي يا صديقي؟ يعني أنا مثلا لو قلت لك إن الذهب خلال 2024 في نهاية السنة هيوصل 4000 جنيه، هتصدقني؟ مش هتصدقني، لأن أنا نفس الشخص اللي قالك على نهاية 2023 هيوصل 3000 جنيه وما وصلش. صحيح قرب ورجع نزل ورجع هيقرب وهيكسر حاجز ال 3000 جنيه. المقصود هنا يا صديقي هجاوبك في نقط مهمة، اللبيب بس أو الذكي هو اللي يفهمها، واللي هيستحق الاستثمار هو اللي هيفهمها. زمان علمونا مدرس الكيمياء قال لنا عاوز تقيس التفاعل قيسه بطريقة بلدي كده، بمبدأ الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. وهو ده المقصود، غربلة الفقراء، مش الفقير ماديا وبس، الفقير فكريا، الفقير في كل حاجة. فاكر؟ هقول لك على حاجة مهمة جدا، فيديو ما خدش حقه. فاكر الفيديو اللي انا عرضته لك ده بتاع لميس الحديدي؟ قالت لك ان المصريين خلال فترة الذهب، الهوجة اللي طلعت والسبائك والكلام ده قبل ما يضيفوا عليها جمارك، عملوا استثمار او حركة مبيعات وتبادل. لميس الحديدي كانت بتقول في التقرير ده ان المصريين عملوا معاملات ذهبية بمقدار 16 طن ذهب. ايوه الرقم صحيح، 16 طن ذهب. انت متخيل في خلال الحركات دي كم من الناس اللي كسبوا؟ احنا مش عاوزين الناس تكسب. انت بتتكلم في السياسة بوبوش؟ لا يا صديقي، دي سياسة عالمية، سياسة اقتصاد عالمية. مش عاوزين الصغير يكبر. وده نفس اللي قلناه وتهاجمنا فيه لما قلنا في العقارات يا جماعة الحقوا في فقاعة عقارية، العقارات هتنفجر. الناس قال لك لا يا عم انتوا ضد الاقتصاد، ده الدولة بتبني، ده الشركات الخاصة بتبني. طب ما هو فعلا الدولة بنت والشركات الخاصة بتبني، وكم التوسع العمراني الشديد ده، ورغم ذلك الفيلا اللي كانت معروضة بمليون جنيه بقت ب17 و30 مليون جنيه. مش المفروض ان لما العرض يبقى اكبر من الطلب السلعة تقل؟ هي دي الفقاعة العقارية اللي حذرنا منها زمان، وفي فقاعة ذهبية موجودة بسبب الاقتصاد ما زلنا بنحذر منها. هقول لك مجموعة اشمعنى الذهب بس اللي بينقص، وانت عربيتك كنت شاريها ب 300 ألف جنيه جديدة النهاردة عاملة 1,500,000. اشمعنى الذهب اللي بينقص وانت الشقة اللي كنت شاريها في حدائق الأهرام ب 300 ألف النهاردة بتتكلم في 1,000,000 جنيه؟ اشمعنى الذهب اللي بيرخص وانت الموبايل اللي كنت شاريه ب 18,000 أو 20,000 أول ما نزل بتبيعه يزد النهاردة ب 30,000، رغم إن إحنا عارفين إن التكنولوجيا بتقل؟ اشمعنى الذهب؟ أنت اللي هتجاوبني. نقط مهمة اتكلمنا فيها، طالما في حرب يبقى الذهب بيعلى. ومش كل الحروب بتتعمل عشان الأرض وقتل الناس وبيع السلاح، في حروب بتقام علشان تغير خارطة العالم سواء الأرضية أو الاقتصادية. مفاد الكلام ده الذهب هيغلى، اللي هيصدق هيكسب واللي مش هيصدق هيخسر. طيب انا ما انا اشتريت ذهب وخسرت علشان بعت مستعجل. احنا قلنا شروط لازم تتوافر في الاستثمار، انك تشتري وتبيع بعد فترة، انك تشتري كمية عشان تحس بالاستثمار. شاري لي سبيكة 2 جرام و5 جرام ليه؟ وده اللي شتمنا فيها في فيديوهات الذهب لما قلنا ما تشتريش سبيكة صغيرة. شاري لي 2 جرام تعمل بيهم ايه؟ انت عملت زي جده زمان، كان الناس بتقعد تشتري اراضي وعقارات والكلام ده وتقول اسيبها لاحفادنا، وجده قال لك بص اما قوم اشيل ال5 جنيه دي للاولاد. بقت ما شاء الله ال5 جنيه ما بتجيبش بونبونايه. ده لو اصلا نفعت ان هي تتباع، لان عملته زمان غير عملتنا دلوقتي. الاستثمار في الذهب له شروط، وشروط بسيطة جدا، لو عرفتها هتبقى مليونير. احنا بنقول ان الذهب ادخار، خزينة وزينة. وادخار ان هو محافظة على اموالك من التآكل، لكن في نفس الوقت بتكسب. هديك مثال اخر بدون اطالة عشان ننهي الموضوع ده. لو كان معاك 100,000 جنيه من سنتين بس او من 3 سنين بس، كان ال100,000 جنيه تقدر تشتري لك عربية يوزد. اوكي؟ النهاردة ال100,000 جنيه
ما بتشتريش موبايل. طيب انت عاوز تقول ايه يا بوبوش؟ من 3 سنين لو ال100,000 جنيه اللي كانت هتشتري لك عربية يوزد حطيتها في الذهب، النهاردة كنت هتفك الذهب ده كان هيجيب لك 300,000 جنيه مثلا، كان هيجيب لك نفس العربية اليوزد. أما ال100,000 جنيه من 3 سنين، 100,000 جنيه من 3 سنين النهارده بتجيب موبايل واحد ايفون، حتى ما بتجيب لكش الايربودز ولا السمارت واتش. صباحكم فل.